السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدأ لا تنسوا تسوي لايك واشتراك معنا في خبر اليوم. كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الحكومة وإلى جانب الإجراءات التي تقوم بها تعمل من أجل رفع الإنتاج وكذا مرافقة المنتجين، فاستجابت على ما يبدو لدعوة موجهة من الملك محمد السادس وتحذير المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي. اعتبر الناطق الرسمي أن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بالرغم أن ارتفاع الأسعار لا يمس أساس المنتوج الوطني، لأن راجع لارتفاع أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج. وكان الملك محمد السادس وجه رسالة قبل أسبوع حذر من خلالها من التضخم وارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها محلياً، ودعا إلى زيادة الإنتاج الوطني في إطار عهد صناعي جديد. قال أنه يجب أن يضمن السيادة ويجنبها التوترات الخارجية ناهيك عن المناخ والأزمات الصحية. وقبل الرسالة الملكية حذر المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الحكومة من اعتماد نفس الأساليب القديمة في مواجهة الأزمات الاقتصادية ومن ضمنها ارتفاع الأسعار، وقال إنه إذا استمر الوضع على حاله ستصبح الزيادة هيكلية، مشيرا إلى أن الأزمة توجد في العرض وليس الطلب. وفي النهاية بتمنى الظروف تتحسن في المغرب وكل شيء رح يكون أحسن، أملنا في الله كبير.